شايفين النتيجة؟ شايفين؟ ما كنتش اتوقعها. يا صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد. لو لسه اول مره تشوفوني اهلا بكم في قناتي. انا مرمر على راسي ومنوريني ومكتريني كمان، عشان لازم نعدل الرنجة كده في الاول. النهارده يوم الجمعه. مش عارفه الروتين هينزل يوم الجمعه ولا بعد الجمعه، وده الاكيد انه هينزل بعد الجمعه عشان في فيديوهات لازم تنزل بالتسلسل. النهارده عملت طبق فول، مش قادره اوصف لكم، عشان نفطر بيه بعد الكنيسه وكده. وكمان هزود عليه شويه دول عشان ياخدوا بقيه الحياء اللي في الطبق. عايزه اقول لكم يا جماعه، انا بعمل اجمل طبق فول. هنا كده سرعت الفيديو علشان خاطر ابتدي اقلب بقى بقيه الفول وظبطته كده في العلبه. عايزه اقول لكم ريحته كانت تجنن بجد. عجبتني قوي وعجبهم قوي برضو. كل اللي بيحب البصل عجبه الفول. وطلعت المج بتاعي واستعديت اعمل لكم الفيديو اللي على تيك توك. طبعا اللي مش متابعني على تيك توك فايته شويه فيديوهات موت. خلاص كده انا نازله لبست الجاكيت علشان الجو طبعا ساقع، مش هقدر اخرج بالبيزك كده. كامل الاوت فته بتدفي قوي. خلاص كده كنت لبست الشنطة والجاكيت وابتديت استعد للنزول علشان ابتدي اليوم. هنا كده كنت نزلت في الشارع، مش بعرف اصور في الشارع يا جماعة وبتكسف جدا. عاملين ايه؟ انا لسه جاية، لا مش لسه جاية، انا لسه قايمة من النوم. تعبانة بقالي فترة وضغطي مش مظبوط وباخد علاج بينيمني جامد. ف ما قدرتش اصور معاكم حاجه في اليوم النهارده. و لسه صاحيه من النوم. ماما كانت جايبه لي بسله فقلت افصصها. والله العظيم حتى بص انا مخلعتش يعني بهدومي زي ما انا اهو، وبس جيت لبست البتاع دوت ونمت عشان الجو صعب جدا يا جماعه. الجو صعب صعب. قلت اقول لكم انا عملت ايه في يومي النهارده. علشان انا كنت قايله لكم الصبح ان انا هقضي اليوم معاكم، بس انا بجد تعبانه مش عارفه حل الموضوع. الضغط ده، الضغط واطي عندي ومش لاقيه له حل. واخدت علاج فمش عارفه اعمل ايه. يمكن قلت لكم كده في الفيديوهات بتاعه العزومه. بجد حقيقي مش عارفه اعمل ايه. لو حد مر بتجربه زي دي يقول لي عمل ايه يعني، فيدوني. وبس. حتى كمان جوزي كان في الشغل النهارده الجمعة، نزل برضو شغل. فقلت له هو جاي، هو طبعا جاي هيبقى متقدر لانه نازل يوم اجازته وكده. فقال لي، قلت له هو جاي يجيب لي كشري، فقال لي ماشي، لان بجد مش قادره اكل اي حاجه تاني و... مش عارفه، ما كلناهوش كده من ساعه العيد، مع ان اتهرينا منه في قلب الصيام. بس هو لو عملت اي حاجه في يومي اقول لكم. النهارده اشتريت القلقاس، كل سنه وانتم طيبين عشان الغطاس. اشتريت استنوا والله بجد اوريكم الحاجه اللي انا جبتها ومرميه قدامكم. استنوا بصوا
جبت بصل وجبت قلقاس وجبت ليمون وجبت حاجات. بس دخلت من الباب كده، خلعت الكوتشي ورحت راكنه الحاجه كده على طول. فمش قادره بجد، لو عملت اي حاجه تاني هقول لكم، يا اما هكمل لكم بقيه الفيديو بكره. قاعده تعبانه ومضغوطه وطقت في دماغي الفكره دي، قلت والله لو ما نفذها. جبت 4 5 فصوص توم كده وشقيتهم بالنص بقشرهم، وكم زهرة كركديه كده، وقطعت نص بصلاية حمرا بالقشر بتاعها. دي لو هتعملوا كمية صغيرة يعني على قد شعركم مرة واحدة بس، مش هتعملي مثلا انتي واختك او انتي ومامتك. ولميت البصل وحطيته جوه الكنكة، ومعلقتين روزماري كده حلوين، وورقتين لورا، و3 4 فصوص مسمار، من اللي هم 3 4 وحدات مسمار، او اللي هو القرنفل زي ما بتسموه. انا بجيبه في الورق مكتوب مسمار قرنفل. وكوبايتين ميه، وسبتهم يغلوا على النار لحد ما البصل زي والثوم ما استوى. شفتوا كده بالظبط. طقت في دماغي اغسل شعري واعمل له ماسك الصدر. بصوا للامانه انا اول مره اعمله. انا كل تجاربي مع الحنه والماسكات اللي هي بتتعمل على النت الناجحه اللي كانت طالعه ترند دي، تجارب فاشله في حاجه واحده، ان انا بعملها مره واحده بس، مش برضه اعملها تاني، بسبب انه مش بينضف من شعري. بقعد اتعذب بقى، شعري بيبقى فيه حاجات مفروقه. بس عيني عامله ازاي، عيني بايظه خالص من الضغط. متنسوش تقولوا لي تجاربكم، بجد انا محتاجه لكل واحد مر بتجربه زي كده يقول لي، عشان انا متشخصه لكذا دكتور وانا مش هينفع اروح لدكاتره دلوقتي. فقولوا لي اعمل ايه. المهم، بصوا انا جبت الصدر مش مطحون، عشان في ناس بتحط حنه وبتعملها على انه حنه. لبست حاجه غامقه، هو كده كده مش بيعمل لون، بس قلت ايه برضو اخليني في الامان. بصوا طحنت اهو، استنى اجيب لكم معلقه، اجيب لكم كاني هعمل لكم انتوا، واخدين بالكم يعني واصله معايا الموضوع لحد فين. ده طبق انا مخليه كنت بعمل فيه صبغه وكده. بصوا انا طحنتها خالص بودر خالص اهي، علشان خاطر بتتفتفت وبتقعد في الشعر، هو شكلها تقعد في شعري. بس انا بقى عامله الماسك ده عشان حاجه واحده بس، هما قالوا بيمشي القشره. وانا يا جماعه القشره الفتره الاخرانيه دي مدمره راسي، وصدقوني كشفت وجبت لها علاج غالي جدا جدا بجد، وما عملش نتيجه. انا حطيت معلقتين، هحط عليهم معلقه زبادي والخليط ده لحد ما تربط، هوريكم القوام. وهحط عليها آه سيكه كده شامبو من بتاع القشره، هروح اجيبه. كانت في واحده كومنت كان جايلي بتقولي بنزلي الكاميرا شويه، قصدك على الرخامه ولا ايه؟ عشان مش فاهمه يعني، عشان دماغي ما تروحش لبعيد وتتكهرب. ماشي. بصوا الاتنين دول انا كنت بستخدمهم. البوليتار طبعا ريحته يا ساتر يا رب، يا ساتر بشعه. وكنت بستخدم بريتير ده تحفه، ده مستورد وكان غالي، والعبوه بتاعته صغيره وريحته حلوه. كان كاتب لي دول عشان ده يداري ريحه ده. استخدمتهم فتره ومشوا فعلا معايا القشره، بس رجعت تاني بقشر برضه. انا مشكلتي اني فروه راسي دهنيه، ف فين الشعر الدهني يعني. بصوا عايزه اوريكم حاجه، بصوا مش عارفه باين ولا لا، القشره باينه اهي، هي طايره اهي، شايفينها؟ عايزه اقول لكم وجع راسي اهي، شايفين اهو. مدمراني، مخليه شعري بيقع، شعري خس جدا جدا، مبقاش فيه شعر، ومش بيتقل ولا يطول ولا اي حاجه. المهم يعني عشان اختصر وقت ومجهود، قالولي القشره دي الصدر ده هيمشيه. وزبادي بقى، لازم ناخد حته ميه الزبادي
لازم زبادي. ليه؟ عشان الزبادي بتطري. المفروض احط عسل نحل، بس انا العسل اللي عندي متجمد شويه. استنى في حته صغنطوطه، استنى اجيب له معلقه. كنت هجيب النهارده بس نسيت. كنت هجيب عسل وزيت زيتون عشان الدايز بقى. مسكر كله. انا مخليكوا لايف كده علشان خاطر تبقوا فاهمين، احسن ما اسرع وتقولوا لي خدنا بالنا ما خدناش بالنا. فانا حاسه ان كده احسن. وكمان هنصفي الخليط الدافي ده. لا انتوا مش شايفين، بالتاكيد قصدها بتقولي على الرخامه اهو. بصوا استنى. واستني بقى يربط معاكي، يعني متكتريش. ولا عامله زي الملوخيه الناشفه كده ليه؟ طب بعملها ريحتها ملوخيه. استنى. ده شكله بيتقل. بصوا للامانه انا بعمل معاكم لاول مره، انا بجربها وصدقوني مش عارفه النتيجه. انا لقيت كله بيشكر عشان حوار القشر ده، فقلت اجربه. ايه ده طلعوا كتير قوي. استنى احط شويه شامبو. ايه ده؟ يا ساتر يا رب. مش عايز ينزل من البرد. هي خل انا. ده فيه طيب ولا لا؟ ده نزل اهو. وهاخد برضو من دي اهو. وهقلبهم وهحطهم على راسي عشان انا رغيت كتير قوي. معلش انا رغيت معاكم كتير، بس علشان تبقوا عارفين انا بعمل ايه بالظبط وتبقوا فاهمين. انا قعدت قلبته كده لحد ما قوامه بقى كريمي كده. ابتديت بقى اقسم شعري كده. شايفين شكل القشرة يا جماعة؟ مدمرة شعري. ابتديت قسمته بالنص كده علشان الفرق اللي هعمله لحد الاخر. وبجيب بفرشة الصبغة كده او فرشة الماسكات زي ما يعني بتستخدموها، وببتدي ان انا اعمل الجنبين كده وبسرعة على اللي بعده علشان هتلاقوه بينشف وبيعذبكم. هنا كملت لحد الاخر اهو. بوريكم الطريقة. بمشي بايدي كده على الفرق وببتدي ان انا املى الفراغات. بحط اول جزئية هنا كده. كنت بضحك على شكلي. كنت بعمل اول جزئية من الشعراية، يعني اول عقلة كده بالظبط، لان هي اللي بتبقى واخدة من الدهون بتاعت فروة الراس والقشرة جامد. بصوا انا قلت اعمل كله الجزء اللي من قدام قدامكم، والجزء الخلفي قلت هعمله مع نفسي علشان الفيديو هيطول جدا. انا عايزه اقولكم انا مسرعه الفيديو جدا علشان تطويل الفيديو طالع اكتر من 2.5 ساعة، اللي انا مطلعه لكم حوالي 18 دقيقه ونص ده. اهو بالظهر بتاع الفرشه وبفرق كده وبدهن اهو. عايزه اقول لكم مليت الفراغات. الكميه اللي انا عملتها دي كبيره جدا. لو انتي شعرك اقصر او اخف ما تعمليش الكميه دي، هي معلقه واحده بس. ان انا حطيت معلقتين من بتوع الاكل هرميه، فما تعمليش كده بقى يعني. مليت بقى كل الفراغات. تعملي على قد راسك بس. بصوا احنا بنملى الفراغات سوري، فرق الشعر والجذور واول عقله كده في الشعرايه. مش بطول عن كده. طبعا بهدلني قوي، بس هو يعني مش بيبهدل الهدوم الحمد لله. اقفي في مكان يعني انا كنت حاطه ملايه كده تحتيه وبعمل عليها. هنا بقول لكم بصوا الشعر من ورا. زي ما اتفقنا ورا ما بنعملوش ورا اهو.
الشعر من تحت ما بنعملوش عشان هو بينشف جدا، فاحنا مش عايزين ننشف اللي تحت، انا عايزين ننشف الدهون والقشره اللي هي فوق اهو. عايزه اقول لكم الساعه دلوقتي 12. لما تعملوه اعملوه الصبح، لان بجد الجو برد وانا ابتديت اسقع، يعني مسقعني قوي، حاسه ان انا هحتاج البس عليه البنيه. ابتديت اسقع ومسقعني، المفروض اقعد بيه ساعه، بس انا شكلي مش هكمل الساعه. هقول لكم برضو هدخل اغسله وهظبطه، وكله في نفس الفيديو، يعني مش هروح لكم فيديو تاني واقول لكم استنوا النتيجه في الفيديو اللي بعده. كله في نفس، زي مشروق ما بتقول رونج بارتات رونج، مش هنعمل بارتات تاني بارتات نو، كله في نفس الفيديو. هخلص كده وهقول لكم. عدى ساعة ورحت اخدت من المية اللي انا عجنت بيها وابتديت اعمل بيها مساج لفروة الراس. صباح الفل، عشان انا لسه صاحية. غسلت امبارح شعري ودخلت نمت بسرعة جدا لاني كنت بردانة جدا وخلصت متأخر. قلت اوريكم النتيجة بكرة. انا يدوبك لفيته كده زي ما انتوا شايفين، وقلت عشان الصبح اصحى اوريهم النتيجة. بصوا الشعر من تحت طري جدا ازاي، بصوا طري قوي علشان ما جبناش الصدر من عليه. بس اللي كان بالنسبه لي تحفه هي فروه الراس. فروه الراس نفت جدا، بصوا بصوا شايفين القشره مش موجوده. طبعا ده الكلام ده عشان الغسيل، انما انا هشوف هي هتقعد قد ايه نضيفه كده ما تعملش قشره، هو ده اللي هيحدد. يعني الشعر ما نشفش بسبب الزبادي والعسل اللي احنا حطيناه. وانا كمان خلصت امبارح وحطيت زيت، لان لما تبقوا عاملين شعركم وتيجي تغسلوه لازم تحطوا له زيت عشان خاطر يطرى، لان الزيت زي بيرطبه كده. بصوا انا ما عملتش فيه اي حاجه، حتى سشوار ما نشفتهوش. بصوا عامل ازاي. بس يعني حصلت لي مشكله امبارح انه وقع كميه شعر يا جماعه، بجد كان نفسي اصورها لكم بس قلت بلاش عشان مديكوش طاقة سلبية. بس عارفين احساس ان الشعر يبقى بيتنفس؟ عارفين الاحساس ده؟ شعر كده تحسيه كده واخد راحته كده وبيتنفس اهو طبيعي خالص. مشكلة ان انا ما كانش مطحون كويس بسبب ان انا المطحنة بتاعتي مش قد كده. وعايزة اتكلم بسرعة عشان خاطر في الفيديو ما ياخدش وقت. سكت لازم تجيبوه من حد مضمون، لازم تطحنوه كويس او تجيبوه مطحون خالص بحيث لما تزودوا عليه السوائل يبقى زي الكريمه كده. بس دي النتيجه. وهتجربيه تاني يا مرمر ولا لا؟ ان شاء الله هجربه وهجيبه من حد تاني مضمون ومطحون. وهعمله معاكم بقى بالزيوت. احنا كنا عاملينه عشان كنا عايزين نغسل شعرنا، المره دي بقى هعمله معاكم بالزيوت. بجد يعني حاسه بفرق. بصوا ايدي بتجري كده في فروه الراس مش ناشفه. وبصوا بس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وجنان بالليل ده اللي حصل استفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.